الله يمسيكم بالخير ويا هلا مرحبا بالجميع، جمعة مباركة علينا وعليكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم بنسوي طبعا 10 حبات دجاج تبلتها بملح ومعزز نكهة وبهارات مشكلة وبهارات كاري. المهم حطيت بابريكا شوي مدخنة حسب الرغبة، وش البهارات اللي عندك، لا تشرط مرة، لا تروح تكلف. ايش عندك بهارات مشكلة، دجاج، لحم، حط. المهم حطيت شوي مصفر الزعفران وشوي اصفار البيض. المهم تتبيلتنا جاهزة بالملح وكلش، بنرش عليها رشة زيت بعد شوي على كل الأحوال، أو بدون ما يحتاج، لأن اليوم طريقتنا مختلفة. اليوم بنحط الدجاج بالحالة. هذا برميلنا الوسط، حطينا بصل شرايح وبهارات صحيحة، ورق غار، لومي، فلفل أسود، قرفة، ومثل ما شفتوا. وطبعا حطيت كاس موية عشان الترطيب. بخلي الدجاج لأن 10 حبات بخليهن ساعة، اي نعم ساعة بالحالها، وبعد الساعة بفكه. وعلى الكشنة هذه بصفيها، طبعا في ناس يصفونها في ناس يخلونها، أنا بصفيها على مرقتها والعرقة اللي طلعت مع دهن الدجاج. أبكب رزي بوزن الزيت، إذا بتحط زبدة مثلا، والملح، وأرجع الدجاج ثاني مرة. تلقونه صار مقرمش ومقمر وأعطى لون جميل، والرز ما يحكك معك، لأنه بتخليه تقريبا 40 دقيقة. اي نعم، طبعا 40 دقيقة إذا الموية فايحة، إذا الموية باردة بتخلونه ساعة. طبعا رزنا مزة، تقدر تستخدم العنبر أو البشاور. بنقعه فقط حدود يعني 10 دقائق كذا تقريبا، مو كثير، وأصفيه. وإذا استوى الدجاج بعد ساعة أنزل عليه الرز إن شاء الله في القدر. خلاص نزلنا السلة، نحط 5 تحت و5 فوق. هذه الطريقة مناسبة للكميات الكبيرة، لأن كذا انضغط البرميل وصارت الكمية كبيرة راح يصير التقمير أقل اللي تحت. كذا إن شاء الله يعطيك تقمير أفضل، وبنشوف النتيجة إن شاء الله معاك. نحط 5 تحت و5 فوق. طبعا يفضل في 10 حبات تستخدم دجاج 900 أو 1000 بالكثير. أنا استخدمت الآن 1000، كل ما يكون في مسافات هنا أفضل. 1000 مناسب طبعا، أو 900، لأنك كل ما تضغط الدجاج أو البرميل يقل المساحات اللي يمشي فيها البخار، فيقل التقمير. نجي للدور اللي فوق أو الثاني أو العلوي، برضو نصف فيه بالشكل هذا. طلع أطراف الدجاج برا علشان تصير مساحة أفضل. خليتها كذا يصير تضيق المساحة داخل السلة. نصف برضو 5 حبات دجاج تحت. خلاص آخر حبة، هذه 5 حبات فوق. طبعا الطريقة هذه تقدر تستخدمها للحم، إذا صار جنب وشحمة كثير تحطه بالشكل هذا. إذا أقل غطى بقصدير مؤقتا، يعني تحط اللحم وغطى بقصدير، أو قبل ورق زبدة إذا تحسس من القصدير، وبعد ساعة مثلا أو ساعة وثلث تشيله وتنزل الرز بالحالة. برضو هذا حل للحم. بس المندي على أصوله صراحة من البداية، رز مع دجاج مع لحم. لو شوي الرز حكك معك شوي، إذا كان كميته قليلة حط قدر بوسط قدر، يعني جيب قدر من عندك حطه بوسط قدرنا، حط لو حط موية شوي كذا ما يحكك معك كثير. صراحة المندي يعني دجاج تحت رز، لحم تحت رز، لكن هذه طريقة أيضا مبتكرة وحليلة يعني. خلاص غطيت وجه البرميل بالقصدير، الوجه اللامع لتحت أفضل، ولفيته على الغطاء. هذه الطريقة تحافظ على القماش اللي عندك بإذن الله، ما عاد يتقطع. قماشنا مغرق بموية، تحط تحته قصدير كذا يعيش عندك أكثر، ولا يتوسخ ولا يسود ولا يجي له بخار ولا حرارة بإذن الله. يعني الحرارة البسيطة ما تضر، لكن كثرة البخار وكثرة الحرارة تسود الغطاء وتسود القماش ويستهلك معك. كذا بإذن الله يبتل معك القماش يعني قابل للاستخدام.
خلاص كذا الحين كتمنا أمورنا تمام. على 180 وقت ساعة 60 دقيقة، وبعد ساعة و5 دقائق. طبعا لو جلس طفى البرميل ما في مشكلة، بس لا يتأخر كثير. بعدين نزل رزك عليه. طبعا لو كمية الدجاج أقل بتقلل الوقت، يعني ممكن 40-50 تكفيك. يعني لو 8 حبات بنقص تقريبا نخليه 45 دقيقة. زودت لأن انضغط البرميل. طبعا هذه كشنتنا بنسويها برا، بنخليها لين تذبل، بعدين نضيف عليها زيت، وبنضيف عليها زبدة الأخير، ونحط عليها بهارات الكشنة، أو إذا ما عندك لومي مطحون، شوي بهارات مشكلة، إذا عندك هيل بس، يعني أي بهارات، وتحط صلصة شوي. المهم الكشنة اللي تفضلها. بعدين تحطها على وجه الرز، بعد ما توزن الملح طبعا، تحط معزز نكهة شوي، وتوزن الموية أكيد. تنزل الكشنة بدون ما تحركها عشان تلقاها بعدين فوق. تحط عليها زبيب شوي. الزبيب ممكن تحطه هنا مع الكشنة، أو تحطه فوق الرز مباشرة. طبعا ما ننسى نضيف الحبحب، نغطيها لين تذبل، بعدين نحركها شوي شوي، نضيف الزيت. ولازم تضيف زيت، لازم تقريبا يعني ما يقل عن 3 بيالات، لأن الرز راح يحتاج دهن. خلاص هذه الكشنة الآن حطيت تقريبا 3 بيالات زيت، حطيت بهارات مشكلة، بهارات اللومي أو الكشنة، شوي رشة ملح لين يتحمر البصل. حطيت الزبيب طبعا، هذه أرشها على وجه الرز بعد ما أوزن الملح والموية والمعز وكل شيء. خلاص هذه الكشنة الآن بزيتها، تقدر تضيف سمن شوي أو زبدة، جاهزة. نحطها على وجه الرز، وهذا حبحر يا سلام. هذا رزنا صفيناه، خلينا تقريبا 20-25 نص ساعة منقوع، موية عادية طبعا. رزنا مزة وليمة ستايل. ما شاء الله تقريبا باقي 10 دقائق. ما شاء الله الريحة سلام. وهذا برميلنا ما شاء الله شوي بسم الله. جلس له ساعة تقريبا على 180 الحرارة، خليته 5 دقائق مكتوم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الآن أعتبره أنا استوى إلا ربع، يعني خلينا نقول نص استوى. خلاص بنطلع الآن السلة، نحطها برا، وبعدين على المرقة إما إنك تصفي البصل والبهارات الصحيحة، نزل رزك. أنا بحط اليوم موية عادية. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شفتوا هذه الآن العرقة، طبعا تقدر تصفيها وتقدر تخلي فيها البصل والبهارات الصحيحة، ما في مشكلة. هنا الحين شوف الوضع، إذا يحتاج ما دام انها على قولتهم اخذت الطعم، لها ساعة مع الموية، يعني صفيها افضل، لان هذا يطلع في الرز. وبعض الناس ضايق من الهيل، ضايق من البهارات، انت بالخيار. خلاص ما شاء الله، تحس المرقة ذي فيها كل النكهات، نكهة الدجاج، نكهة البهارات. ما شاء الله. رجعت حبات اللومي، بنزل رزي، بوزن الموية والملح. طبعا الموية تقريبا كل كاس وربع، كاس وربع، لأننا نقعنا. طبعا ليش تزود موية؟ لأن الدجاج نزلت مويته أصلا تحت. بسم الله. هذه كشنتنا مع الزيت بس بدون تحريك. نضيف الفلفل
هذا خشب التدخين أخذته من عالم الشواء. يعني تحط لك شوي لا تكثر، يعطيك نكهة الحب. سمي بالله. نرجع السلة فوق الرز ونكتم ثاني مرة. هو نفسه بدون ما نغير أي شيء، نفسه نرجع نكتمه بدون ما نغرق موية ولا شيء. نرجع نشغل على 180 نخليه ساعة إن شاء الله. خلاص بكمل، استوى الرز مع باقي الدجاج. باقي 5 دقايق، بتركه 5 دقايق بعد ما يقفل. بسم بالله. شوي 3 دقايق تقريبا أو 5 دقايق حسب وقتك. بسم الله ما شاء الله. قبل التقمير صار على الدورين، مع 10 حبات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دورين كلها استوت تدمرت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. تقريبا 4 كيلو رز ما شاء الله. وهذه كشنتنا. حبة الرز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله بسم الله. بسم الله. مثل العادة نشيل كشنتنا. هذه كشنتنا اللي سويناها بالحالها ما شاء الله. هذه كشنتنا طلعناها، وهذه حبة الرز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تقريبا ما في حكاك، المفترض انه ما شاء الله. شوف اغارف من تحت تلاحظون ما في حكاك. هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله. حبة الرز نثرية وما شاء الله. نقع الرز بعد يطول الحبة ما شاء الله تبارك الله. خلاص هذا بدون كشنة. شوف الدجاج بس متقطع، متقطع متكمل. شوف الدور اللي تحت ما شاء الله. الحافظة بدون كشنة. بسم الله. الحافظة الثانية هذه بحط لها كشنة. لاحظتوا ما في حكاكة أبدا ما شاء الله. خلاص هذه كشنتنا. هنا الدجاج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الدور اللي تحت ما شاء الله تبارك الله. كيف قرمش ما شاء الله تبارك الله. هذه الحافظة الثالثة ما شاء الله. شوف 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 شوف. يعني لو جلس بعد 5 دقايق 10 دقايق اللي يحب إقراره ما في مشكلة. ما شاء الله تبارك الله. الحافظات وقدر بعد للبيت.